محتاجة اقول ان كتر ما بندي اللي قدامنا تبرير او اعتذار كتير زيادة عن اللزوم واحنا ما غلطناش في حقه، بل بالعكس هو اللي جاي على حقنا، ده بيخلي ان اللي قدامنا يزيد فيها اكتر. كتر التبريرات بتخلي ان اللي قدامك مش مصدقك، وبالتالي هيفضل يضغط عليك لحد ما تديله تبريرات تانية. فاحنا هنفضل ماشيين في سيركل التبرير كده لحد ما نموت او لحد ما اللي قدامنا يضغط علينا وننهار. فحقيقي محتاجة اقول لكم ان كل ما بندي اللي قدامنا تبرير اكتر واعتذار اكتر، كل ما بيزيد فيها اكتر ويضغط علينا اكتر. فارجوكم كفاية تبريرات. لو انا مش عايز اعمل حاجة او الحاجة خارج ارادتي، انا اسفة، انا مش هعرف اعمل ده. دي انا ودي شخصيتي. او لو انت طالب مني حاجة انا مش هقدر اعمل ده في الوقت الحالي، لو عندي مقدرة اعمل ده بعد كده اوريدي ما عنديش اي مشكلة خالص ان انا اعمل. فحل ده هو ان احنا نعترف ان احنا بني ادمين، وان الكمال لله وحده، وان احنا مش هنعرف نوصل للكمال ونبقى بيرفكت في كل حاجة. احنا بني ادمين ولينا طاقة ولينا حدود، والكمال لله. انت ضعيف قوي او احنا ضعاف قوي ان احنا نوصل لمرحلة الكمال دي، احنا بعيد قوي عنها. احنا ربنا بيدينا الطاقة والقدرة ان احنا نبقى شاطرين في حاجة واتنين وتلاتة، بس مش في كل حاجة. ما عندكش القدرة دي ولا انا عندي القدرة دي. احنا استغفر الله العظيم يا رب، احنا مش ربنا عشان خاطر نوصل للمرحلة دي. فلازم نعترف ان احنا لينا طاقة ولينا حدود، ونحط حدود بيننا وبين اللي قدامنا علشان خاطر يبقى عندنا وقت وطاقة لنفسنا، و نبقى راضيين عن نفسنا مش هلكنها طول الوقت. فأي حد مثلا ممكن يطلب مننا حاجة خارج مقدرتنا، احنا بعتذر انا مش هقدر، لكن مش معنى كده ان انا افضل اعتذر لك طول الوقت فانت تفضل تضغط عليا، وان انا افضل اديك مبررات، وكل ما اديك مبررات ان انت ما ما تعترفش بده وبرضه تفضل تضغط عليا. فمحتاجين نحط حدود بين الناس، محتاجين نحط نفسنا في الأولوية، ونعترف ان احنا بني ادمين ولينا طاقة ولينا حدود. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى تخرجوا من القوقعة بتاعة الكمال. انا جايه لكم من الماضي وبقول لكم ان المرحلة دي وحشة قوي، المرحلة دي متعبة جدا، المرحلة دي مهلكة قوي. ما بحبش افتكرها، ما بحبش افتكر اللي مريت بيه. بحب اللي انا وصلت له دلوقتي، ان البني ادم بقى مرتاح اكتر، عارف اولوياته اكتر، عارف حدوده اكتر، عارف هو هيقدر يعمل ايه ومش هيقدر يعمل ايه، لان هو بني ادم في الاول وفي الاخر، وليه طاقة وليه حدود. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه حاجة.